واهم شيء السعر اللي انت تريده. من قلب بيروت الحبيبه. طبعا اليوم عاجبني اكل ترويقه لبناني، وربي يحفظكم. خليكم وياي جايز وراح تشوفون الاكل اللبناني الشعبي. اهلا عمو انيس طبعا وعنده اكلات شعبيه مرتبه. دخلنا داخل المحل ويانا عبد القادر. السلام عليكم. وقلت له ليش سميتوه عمو انيس؟ ليش اسمه عمو انيس؟ عمو انيس هو صاحب المحل، حلو. توفى من شهرين تقريبا. الله يرحمه يا ربي. تقريبا عمو انيس صار مشهور على السوشيال ميديا بظرف 6 اشهر، كل العالم صار تحبه بلبنان وبالعالم. حلو. كان شخص محبوب وعنده ضمير والكل بحب ما شاء اكله، الله. يشتغل بايده، كان رجال كبير. هلا بشوف صوره كل العالم حلو. بتحبه على السوشيال ميديا. اكتبوا عمو انيس وتشوفوا الفيديوهات تبعته. ما شاء الله. يعني طبعا صورة دار مدار المحل والاجواء مال المطبخ كنت انا كلش حلوه. شو؟ كنت انا صوره على السوشيال ميديا، والله. اعمل له فيديوهات. هو عمي لان ما انا شاء بشتغل الله. بالسوشيال ميديا. هذا المحل مالته الاصلي؟ عفوا، هذا المحل عمو انيس الاصلي؟ هو عمو انيس كان صاحب المحل هذا الأصلي. المحل. فمن بعد ما توفى حلو. كنت انا اكثر شخص قريب عليه، حلو. فما كان في حدا غير انه انا استلم المحل عشان كنت قريب منه، يعني مثل معلق بالمحل. ما شاء الله. الحمد ما لله. شاء الله. الحمد لله. دخلنا الى المطبخ مال عمو انيس، وهنا النسوان اللبنانيات يسوون اكل لبناني مال البيت. تاكل اكل لبناني من عمو انيس، اكل مال البيت. ربي يحفظكم ويخليكم. طبعا هاي مجدره مال الجنوب مال لبنان، وعندك هذا الرز شو هذا؟ لوبيا. لوبيا باللحم صح؟ صح. لوبيا باللحم، كله اكل بيت. وخالتي هنا مو مقصره بالاكل البيت ما شاء الله، تسوي اكل بيت لبناني. تعلمت من عمو انيس النفسيه الطيبه اللي كانت بهذا المحل، واللي زارعه الطيبه والاخلاق والود في هذا المكان. واتمنى من جميع العراقيين واللي يزورون لبنان يزورون هذا المكان. شو تريدون اكل لبناني راح يكون موجود يم خالتي ويم اخوي هنا عبد القادر، حبيب القلب. من بعد عمو انيس الله يرحمه. وان شاء الله يخدمكم خدمه حلوه، لان هو ينتظر الناس للخدمه يعني الزبون. يا ابو يحفظكم طفت الكهرباء. فالاكل كل مال البيت موجود هون. نعم. اي اكله لبنانيه تعمليها للزبون العراقي. اكل بيت حلو. لبناني. اكله لبنانيه مال بيت مو مال شارع. احنا عندنا فرق بين ما فخالتي هون متخصصين، خالتي الثانيه وكلهم متخصصين في اكل اللبناني. وحتى المطبخ كانك في بيت، مو كانك في مطعم. يعني انتم هسه الترتيب كلش حلو. يعني بعد طباخ وبعد الترتيب هنا كله مال البيت مال المنزل، حتى تحس انه انت صدق جاي تاكل اكل مال البيت. انا طلبت كبسه بالدجاج، ابوق الاكله مالتهم واعطيكم رايي. خليكم وياي. وسطت الكبسه، والكبسه هنا المنظر مالتها خرافي مبين. ف الضوء في لبن، خليج اللبن. هنا يقولوا لي اطول بالك اكو لبن. يابا خليج اللبن. طبعا المنظر مالته خرافي. اول شيء العين تاكل قبل ما انت تاكل، يعني ماكو صدر دجاج، هذا فخذ. اوكي كل لبن يجي. شكرا لك يابا، شكرا عيني. هذا شيء. طبعا وصلت الروبه مثل ما نقول، هم يصيحون عليه لبن، احنا نصيح عليه روبه. فوقها نعناع هسه حاطين هم. اوكي بس خلينا نذوق الكبسه اهم شيء. بدون دجاج نذوق التمن او الرز. يا الله. لا لا صدق طيبه شباب، اقسم بذات الله طيبه. هسه شريد اريد اذوق الروبه مالتهم او اللبن اللي يصيحوا له هم، والنعناع جايبينه وياه. شوفوا هذا نعناع وروبه، نذوقه. حلو حلو. نخبط الروبه ويا الكبسه. اوكي والله مع المكسرات والرز والروبه طعم خرافي. واهم شيء السعر اللي انت تريده. شباب الاكل فيكم اللي من هنا ببيروت لازم يجرب هذا الاكل يا عمو انيس. اوكي ما شاء الله. مشكورين حبيبي. تعال تفضلوا. ربي يحفظك يا قلبي. اي حبيبي على راسي. وانتم بغداد؟ هواي يعانون جماعتنا العراقيين يجون لبنان الغلاء اللي صاير بالمطاعم باقي المكانات السياحيه. فانت قبل ما تروح المكان السياحي لازم تاكل اكل طيب ولذيذ ومناسب لسعرك. طبعا هاي الكبسه هي والروبه وكل شيء قاعد. انا قاعد هاي سعرها $6 بس، وجبه كبيره.
ومثل ما شفت الدجاج كان موجود والروب الموجوده، تقدر تنزل وياها بدنا اي مشروب انت عاجبك. اوكي، اسعار كلش حلوه، هم بالخدمه دائما يكونون، لان انت الزبون مهم جدا عندهم. تحياتي. مجزره والحمد لله تم انقاذ المواعين والطبقات، وان شاء الله راح نقوم نحاسب. اوكي، وهذا المحل شباب عمو انيس، تجون تاكلون والاسعار مناسبه جدا. اوكي، تحياتي لك، ربي يوفقك. عبد القادر حبيبي، انا اكلت كبسه وصورتها، حلو. والكبسه كانت كلش عجبتني. اعطيني سعرها، قديش سعرها؟ $6.5. انا قلت لكم الساعه $6 لان سمعتها بالغلط، طلعت سعرها $6.5. وقال بقى سعرها كمان. لا انا راح ادفع $6.5 لان سعره كلش مناسب، واتمنى تجون هنا لان اسعارهم كلها مناسبه. راح انزل لكم منيو وشكو واحد يجي قريب على الحمراء، راح اخليكم رقمهم والعنوان مالتهم، وبس تسال بالحمراء عمو انيس يجيك عبد القادر موجود هنا، وخالتي هي امه. ربي يحفظكم، ونقول اهلا من قلب بيروت الحبيبه. يا اهلا وسهلا، تحياتي لك. يا اهلا وسهلا. حطوا الاجواء اللي عشناها يا عمو انيس، وسمعتوا قصه من عمو انيس كلش مؤثره كانت. وهذا المطعم كلش مشهور شباب مثل ما تفضل الولد، والاكل مالته كلش طيب جدا. فانصح الجميع يجي الشارع الحمراء لهذا المطعم عمو انيس. راح اخليكم الرقم مالتهم والانستغرام والتيك توك وكل شيء موجود عندهم، وتفضلوا يومهم وان شاء الله الف صحه وهنا. تحياتي لكم من قلب بيروت. اهلا.